السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حيا الله الشيخ يحيى. السلام ورحمة الله. كيف حياكم الله؟ كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله يا شيخ يحيى، يا مرحبا يا مرحبا. الله يحييكم ويعافيكم. إخوانك وأبنائك يستمعون لك، تفضل. تفضل يا شيخ. شيخ سليم؟ نعم تفضل يا شيخ، إخوانك يستمعون لك. حياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، ليس هناك سابق إعداد للكلام مع إخواني حفظهم الله، إنما أسر أن أسلم عليهم، على فضيلة الشيخ سليم والشيخ عدنان والسامعين جميعا، أحبتي وإخواني في الله، سائلا الله عز وجل لهم التوفيق والسداد، وأن ينفع بهم أبناءهم وإخوانهم وسائر المسلمين. والله لقد سررنا بانتشار الدعوة ومضافرة الجهود عليها بين إخواننا الأحبة هناك، وهذا من فضل الله. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أنا شاكر للشيخ سليم وللشيخ عدنان ولسائر المشايخ والدعاة والأفاضل ومن يقوم بجهد هناك جميعا، داعيا لهم بالتوفيق، مسرور بسيرهم الطيب، وأتواصى معهم بتقوى الله سبحانه وتعالى وبالمزيد من ما هم فيه من الخير، كما قال الله عز وجل: يا أيها النبي اتق الله. وهذا للثبات على ذلك وللاستمرار على ذلك وللمزيد. قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. تواصوا بتقوى الله فإنها فلاحنا، كما قال الله سبحانه وتعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان يتذكروا فإذا هم مبصرون. هذا والله شيء حمله أنبياء الله ورسوله، وحمله ورثتهم بعدهم، وهي الدعوة إلى الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن هذه الدعوة لآية من آيات الله، ويتحقق فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة أهل الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى قيام الساعة، على قلة أهلها وضعف حالهم، وعلى كذلك كثرة أعدائهم ومخالفيهم، يأبى الله إلا أن يتم نوره وأن يعلي كلمته وأن يقيم دينه على أيدي هذه الثلة المباركة، ثلة أهل السنة والجماعة، المتعاونين المتضافرين المتآخين على ذلك. ولا ينصرن الله من ينصر، إن الله لقوي عزيز. فنحن يجب علينا أن نضاعف جهودنا بقدر مستطاعنا في حمل هذه الدعوة المباركة. سائر من يسمع، سائر الدين واجب الجميع حمله. الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هؤلاء أهل السنة هم أعوان المسلمين على إقامة دينهم، وسيجدون من الله سبحانه وتعالى عونا وتوفيقا وتسديدا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل: قال عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فمن هذه الدعوة ما هو فرض ومنها ما هو نافلة، وهو كله من أسباب محبة الله سبحانه وتعالى. نعمل ذلك ونرجو ربنا سبحانه وتعالى أن يقيم دينه ويحيي كلمته وينصر أنصاره وأعوان الخير وأهل الخير على طاعة الله سبحانه وتعالى. هذا إنما أردت به المشاركة مختصرة، وضيوفي في الدين في المكتبة ينتظروننا، وإنما أحببت أن أشارك إخواني أسمع كلامهم ويسمعون كلامي، وأسأل الله أن يزيدكم من فضله، وأسأل الله أن ينفعكم كل سوء ومكروه،
وأسأل الله أن يفتح على أيديكم كل خير، وأسأل الله جل وعلا أن ينفع بكم أبناء المسلمين، فبالجميع أبناء المسلمين هنيئا لكم هذا التوفيق هذه الاجتماعات الطيبة وهذا الإخاء الطيب والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الشيخ سليم موفق إن شاء الله، وفقك الله. حريص على أهل السنة، وفقك الله. وحريص فيما أعلم على أهل السنة وعلى جمع كلمتهم وأخوتهم ونصر دعوتهم وكل خير لهم. فالشيخ موفق، وأسأل الله المزيد من فضله ويدفع عن الجميع كل سوء مكروه. السلام عليكم ورحمة الله. وفقك الله يا شيخ، وفقك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بلغ سلامنا لجميع الأخوة عندكم ولجميع الأخوة في اليمن وجميع الأخوة هنا في تنزانيا يقرؤونكم السلام. وعليهم السلام وكلهم سلام شاكرين. جزاكم الله خيرا. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. السلام عليكم.